التسويق وبمناسبة الاقتصاديات الكبيرة، الكل فوجئ بإعلان نادي مانشستر يونايتد أو الشياطين الحمر، النادي العريق صاحب القيمة التسويقية الأعلى في العالم، حتى وهو بعيد عن منصات التتويج، الشياطين الحمر الأعلى تسويقيا في العالم من كل أندية الدنيا. فجأة الملاك بيعلنوا عن عزمهم أو اتجاههم لبيع النادي. المان يونايتد متراجع الفترة الأخيرة، الأمور ليست على أحسن حال. أول امبارح أيضا فاجئونا ببيان رسمي الإعلان عن فسخ العلاقة مع الدون كريستيانو رونالدو قبل ما الراجل يتوجه مباشرة إلى الدوحة ويشارك في كأس العالم مع البرتغال. بيعلن المان يونايتد فسخ علاقته مع كريستيانو رونالدو اللي كان عمل حديث تلفزيوني كان فيه الاتهامات وفتح النار على الآخر على مانشستر يونايتد وعلى الأونرز أو الملاك للنادي وعلى الإدارة الحالية اللي موجودة، بما كان يؤكد إن الراجل مش مستمر معهم. بعد ما فسخوا التعاقد مع رونالدو أعلنوا عزمهم بيع الشياطين الحمر، وبالتأكيد المسألة الفترة الجاية هتاخد تفاصيل كتيرة لأنه دي قيمة المان يونايتد العالمية الكبيرة الحقيقة. بمناسبة كأس العالم امبارح الكل استمتع بالفوز الكبير المدوي التاريخي للمنتخب السعودي على الأرجنتين وميسي. مكسب كان فيه تفاصيل كتيرة جدا، لكن عايز أقول لكم إنه طبعا كان في أمر ملكي، اعتبار النهاردة الأربع أجازة رسمية في المملكة بمناسبة هذا الفوز. ولما تشوفوا تصريحات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد تعرفوا قد إيه الكرة مؤثرة وقد إيه محمد بن سلمان وهو موجود هو وكبار رجال المملكة سجدوا لله شاكرين مع صفارة النهاية. تعرفوا حجم القيمة اللي بتضيفها كرة القدم على مشاعر جماهير بلادها وعلى حتى مسؤولي بلادها وقادتها. الحقيقة الفوز الكبير للمنتخب السعودي كشف عن حاجات كتيرة، لكن رجعني أنا شخصيا لسر خفي حقيقي الهولي مانويل جوزيه. تقريبا يمكن 2006 كنا راجعين من اليابان وعملت معاه حوار مطول، قعدنا بتاع 7-8 ساعات في حوار، لازلت بحتفظ بالتسجيل بتاعه لأنه قد إيه الراجل كان عنده بعد ثقافي هائل جدا في فهم الشخصية العربية والمشاكل اللي بيواجهها اللاعب العربي واللاعب المصري على وجه الخصوص. وقتها لما سألته انت شايف يا مستر مانويل ايه اللي بينقصنا عن اللاعب الاوروبي علشان اللاعب المصري يقدر يوصل للمصاف ده؟ طبعا لا كان حد اعتقد ان عندنا محمد صلاح ممكن يخرق السقف في الطموحات ويقدر يوصل للي وصل له. مانويل جوزيه ساعتها قال لي السر الخفي الحقيقي ان انتوا ما عندكوش ثقة في نفسكم، انتوا مع كل الارث الحضاري اللي في دماغكم، مع كل الزهو وفخركم بتقاليدكم وبماضيكم وبتاريخكم، لكن بلاحظ انه ثقتكم في نفسكم قليله قوي، منسوب الثقه قليل جدا، وما بتصدقوش نفسكم ان انتوا تقدروا تكسبوا الغرب. انتوا باستمرار باصين للغرب الاوروبي بنوع من الدونيه شويه، وان انتوا اقل منه وان انتوا ما تقدروش تنطحوه، فانتوا مهزومين خلقا. قال ان الكرة اللاتينية ما وقفتش عند ده، اللاتينيين عندهم الجرأة وعندهم الشجاعة ان هم داسوا على اوروبا كتير جدا وتفوقوا وخدوا بطولات وقهروا اوروبا كتير جدا. العقلية العربية ما زالت عندها هذا الهاجس وهذا الشعور بالدونية تجاه الاوروبي وتجاه حالة عدم الثقة اللي موجودة. الحقيقة لما تتفرج على ماتش السعودية تلاقي كل اللي عملوه لعيبة السعودية بعد الجون التعادل بالذات صدقوا نفسهم انه ما يقدروا يكسبوا. وهنا اهم حاجة ان انت تصدق نفسك، تكون عندك ثقة في قدراتك وتصدق نفسك ان انت تقدر تعمل ده، وان دول مش حاجات كائنات حية نازلة او كائنات غير طبيعية نازلة من السماء. دول لعيبة في الملعب زيك زيهم، تقدر ترقصهم وتقدر تكسبهم وتقدر تصد وتقدر ترد، تقدر تعمل كل حاجة في كرة القدم كأنك بتلعب اي حد. فالحقيقة لعيبة السعودية مع رينارد المدير الفني اللي انا بوجه له التحيه، لانه قد ايه مدرب محترم وقد ايه قدر يجهز لعيبته وقدر حتى على المستوى الذهني والمستوى المعنوي يوقفهم على رجليهم. الناس ما ارتعشتش وما اتفضتش وهي بتتفرج على ميسي في الملعب.
لكن قدروا فعلا يتفوقوا، قدروا يعملوا حاجات كتيرة جدا في الملعب، وكانوا فعلا شجعان على أعلى درجة من المسؤولية. ليهم كل التحية لاعبي المنتخب السعودي اللي الصحف العالمية النهاردة كلها طالعة بتشيد بيهم، وصحف السعودية طالعة أعتقد تتحدث عن هذه المعجزة الكروية الحقيقية اللي حدثت في استاد لوسيل. ودخل منتخب السعودية عنده مباراة جاية مع بولندا، يحتاج انه لو كسبها يبقى ضمن الصعود كأول المجموعة، يضمن الصعود كأول مجموعة لو كسب مباراة بولندا اللي جاية. عنده بولندا وبعدين عنده المكسيك، الفرقتين اتعادلوا مع بعض امبارح. انتوا متخيلين انه الارجنتين دلوقتي في مأزق حقيقي؟ ميسي محتاج يكسب الماتشين، يكسب المباراة الجاية مع المكسيك ثم يكسب ماتش بولندا عشان يضمن الدخول. ولو منتخب السعودي كسب بولندا يبقى السعودية الأول وميسي والأرجنتين الثاني. على ذكر ميسي والأرجنتين وليه المنتخب السعودي تفوق كل هذا التفوق، الحقيقة لما تشوفوا دولة فيها هذا النظام الكروي المنضبط، هو بيقول لك يعني شوف الحال عندهم واصل ازاي، وشوف احنا الفوضى والعشوائية والارتجال والنفوذ الاستثنائي للناس. السعودية ما فيهاش حد قليل أدب بيشتم في الرياضة، يشتم كل الناس ومحدش يرد عليه، يتقطع لسانه على طول. لجنة الانضباط في الدوري السعودي ما بتوقفش على أي حد. لجنة الانضباط في الدوري السعودي بتجتمع بعد مباريات كل أسبوع ب 72 ساعة وما بتوقفش على أي مسؤول، وكل شوية نقرأ عقوبات ضد رؤساء الأندية. أنتوا عارفين إن هم علشان يشيلوا الحصانة والنفوذ على رؤساء الأندية من 2-3 عملوا إيه؟ بعدوا كل الأمراء عن رئاسة الأندية عشان ما يبقاش في حرج عند أي حد ولا مساس بحد. فتلاقوا مثلا الأمير خالد بن عبد الله ده ابن الملك عبد الله وقتها شالوه عن رئاسة النادي الأهلي، والأمير نواف بن سعد أبعدوه عن الهلال، والأمير فيصل بن تركي شالوه بعيد عن النصر، وهكذا. فأصبح رؤساء الأندية مواطنين ما لهمش أي حصانة ولا لهمش أي استثناء في أي حاجة، فبالتالي القانون يمشي على الجميع. لجان الانضباط ما بتسيبش حد يفتح بقه، مش البلاوي السوداء اللي حاصلة عندنا ومش عارفين لها حل. رئيس اتحاد ما يقدرش يفتح بقه مع رئيس نادي، ووزير شباب والرياضة ما بيحاسبش رئيس نادي، ورئيس لجنة أولمبية يتشتم وما ياخدش حقه، وعايز تكسبها. يعني ده وضع يحصل عندنا وعايز تكسب؟ هتعمل ايه للعيب وهتعمل ايه للمدرب وهتعمل ايه للإداري وتعاقب الجمهور ازاي وانت عندك لسان طويل بيشتم كل خلق الله وكل المنظومة ومحدش بيحاسبه ومحدش عايز يقول لنا في حد فوق القانون ولا ايه؟ شوفوا النظام، محدش هيتطور ومحدش هيتغير ومحدش هينجح بدون انضباط. القانون يتطبق على الجميع، على الاهلي قبل الزمالك قبل الاتحاد قبل الاسماعيلي. ما بقول لك ما يبقاش فيه استثناء لاي حد، وقتها هتنجح. لكن هم مثلا اهتموا بالتحكيم من بدري قوي. كلاتنبرج اللي احنا لسه جايبينه اول امبارح جابوه هم من 7 سنين. ده جابوا كولينا بعد كده، جابوا كبار خبراء التحكيم عشان يحطوا نظام ضابط وصارم للتحكيم عندهم. اخضعوا المسابقه بتاعتهم للشفافيه وللعب المالي النظيف، محدش مسموح. 7 لعيبه اجانب في كل فريق. مسابقه قويه جدا، مسابقه فيها انضباط شديد. عايز اقول لكم انه ما يحسب للاهلي اللي فاز الفوز الكبير على الهلال السعودي الشقيق الزعيم المحترم في كاس العالم للانديه. لما اقول لكم انه الهلال في 9 لعيبه منه كانوا في التشكيل الاساسي للمنتخب السعودي، 9 من الهلال اللي الاهلي كسبوا الفوز الكبير في كاس العالم للانديه. عشان كده تعرف قيمه الاهلي وقيمه الهلال. شوفوا لما يبقى في 9 منه يواجهوا ميسي ويتفوقوا كل هذا التفوق، لكن التفوق في الاساس للانضباط، للمسابقه المحترمه، لاتحاد الكره المحترم، للوزير، للمسؤول، للناس اللي ما بتسمحش باي تجاوز وبتطبق القانون على الجميع. تفتكروا ممكن نوصل للكلام ده؟ انا شخصيا اشك. شكرا جزيلا لحضراتكم.